انا جربت اسوي شعري نفس المغربي ياسر زابيري وهذا اللي صار. بعد ما صبغت شوي من شعري باللون الابيض حكيت اني لازم اغير شوي، خصوصا انه شعري طول كتير صراحة. للامانة بالبداية كنت متردد ارجع شعري مثل ما كان او اخفف شوي منه، ولكن قاطع تفكيري حدث جدا كبير صار، واللي هو فوز المنتخب المغربي بكأس العالم لتحت ال20 عام. وطبعا ياسر زابيري كان من احد نجوم هي البطولة، سجل هدفين بالنهائي والعيون كلها كانت عليه. صراحة كنت جدا معجب بأداء المنتخب المغربي بهي البطولة، خصوصا بأداء هذا اللاعب الأسطوري، لهيك رح أحاول أسوي شعري نفس شعره. فأكيد العزم كان على محل حلاقة جبار. المحل موجود بأوتريخت بشارع العرب أمام الجامع. حرفيا بنصح أي شخص إنه يروح لهناك لأنه مستوى الاحترافية والخبرة مو طبيعي. بالبداية عبود ضيفنا حلاوة جبني اللي أنا برأيي حموية صراحة، أنا ما بعرف أنتوا شو بتحكوا عنها. النجاح مش سهل، لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة. هاي ستوريات صاحبك بعد أول يوم شغل. بدأنا وصراحة كنت جدا متحمس لأشوف النتيجة النهائية، بس للأمان البداية كانت بتبشر بالخير، ولكن النتيجة النهائية طلعت صراحة أنا شايفها جدا حلوة. اكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبتكم أو لا، وسلام.